شلام عموخن خزانا نقرأ كل دوكتيتون أرخت خلقت اليوم من خرزة سوادة دي لنايا إلى خاصبرة وماخورة إذيعة لا على الشوية دعما سورايا بلخذ إلا أبعل الشوية جوانايا جو أثرم بريخة بثنارة عراق مشرية لما زلت صبريثة ومخريثة من شن تشوية من دار دعور دارة إسري وإلى مقروانة بيريطاوة معطاء هل اليوم يوما منبقلة أصدر خامنيانا من كوناشة مشخاثة عدد من المجاميع أو الدواوين الشعرية بيشنا مريز خكمة خلقياثة دراشاية حلقات دراسية بوت سطروثة ومردوثة ومخروثة دم يقروثة عمن إلى صبرة ومخورة أم يقرأ يوسف قبو كل خبة وإقارة مقبل خلق بشينا وشلامة قداها السواذا صبرة ومخورة وأرخم يقرأ رابي يوسف قبو بشينا وبشلامة رابي اشتيمون رابي بشينا رابي أنا إلى حد ما يذن يقروث خيوت مقل نسبيا في الظهور الإعلامي اكشوقت انه بلاطة ونسخانة منجزات الشخص اني محكي بها ستتحدث عنها هرديد انا اخنا ان انجازات ميقروث قم من شوقي لن تهاولن او اقارة مستقبل اخلق قدا خرزة وهاود بسيمة على تلبية الدعوة رابي عزيزة شو ألقما يبهاوي عياذايا تقليدي شو راية دم يقروثخ وأن مشرياثة ريشاية وما زلت صبريثة دم يقروثخ بمعنى البدايات وأبرز المحطات الرئيسة في مسيرة جنابكم الأدبية. والله طبعا بداية دي بديلة بالقراءة قراءة للروايات والشعر ويعني مختلف الفنون وسماع الموسيقى بديلي قارنا في الأدب العربي الأدب ما قبل الإسلام والأدب ما بعد الإسلام قريلي الروايات نجيب محفوظ إحسان عبد القدوس جبر إبراهيم جبرة وآخرين يعني كثر والشعراء نزار قباني محمود درويش سعد يوسف وآخرين هذا بعدين بديلي مرحلة خرطة بديلي قارنا ده محمود درويش وده جبران خليل جبران أني تري يعني يوذن تحول نوعي جيبي وبالتالي أنه بعدين قم لي قارنا طبعا الأدب العالمي بديلي يقرأ مخليته أي وبمدخل شوية ما أمره في فترة السبعينات في فترة السبعينات بغض النظر عن الدراسة الحكومية واهتمام شخصي أنا بديلي بالقراءة يعني في المرحلة طبعا المتوسطة فترة عليموثة يعني الصبا في بعد الطفولة وقبل الشباب بديلي يعني قارنا ضمن نظر يعني من جانب يعني انه وبعدين محول لي الى انه بديلي قارنا الادب العالمي بديلي بالادب الروسي دوستويفسكي تولستوي تشيخوف بوشكين الادب الفرنسي رامبو بودلير سان جون بيريس اراغون الادب الالماني وبعدين بديلي قارنا طبعا الفلسفه في مرحله مبكره جدا من خلال أول كتاب قريلي لألبير كامو رواية فزوا على بجائزة النوبل الغريب أو بشوقي قارنا كل نتاجاته الأدبية والفلسفية وقريلي يعني في مرحلة مبكرة قريلي في عمر 17 سنة قريلي الفلسفة وبالتالي بش توجهي كولي طبعا الفلسفة قريلي بكل فلاسفة العالم بدءا من طاليس والى اخر يعني الفلاسفه يعني بوزون خاطب العصر الحديث سيوران واخرين يعني ان طاليس سقراط افلاطون وصعودا شوبنهاور ماركس انجلوس شوبنهاور سبينوزا واخرين كثر فانا تقريبا بشلي خلاصة دا كلهن آني شعراء كلهن آني فنانين كلهن آني موسيقيين كلهن آني مفكرين يعني مرة يعني دفتن باذي ألو تركن أثر تركن بصمات باذي ألو
رابا سبايرابي أي من هرتت قم قروت لم يقروث وخك رخيا خجولة رابا بس أنت قمشق لمرحلة قريانة القراءة والمطالعة ومن ثم إيمن شريلخ كثاوة. أنا مشغلي كثاوة في بداية السبعينات. في بداية السبعينات بمرحلة يا أخوة يعني أخني مجموعة ومشارك أخوة في أماسي في مهرجانات، أنا وشاكر سيف ولا محاسيري وزهير وهيثم وعد الله، يعني هذه أي مجموعة، وطلع الوديع أخني أي مجموعة يعني بصراحة فعلا يعني توجه وقرخوة وكثوخوة ونشرخوة يعني بهاي فترة. بس أنا طبعا مقلين في النشر والظهور. السبب تمام. والله أسباب، السبب الأساس أو السياسي أكثر مما هذا. وأنا عدة مرات مشضرين مصري في اتحاد الأدباء العام يعني بلنا مشضرين وقم عرضي للنصوص شطب فلان مندي ويوث فلان مندي وحاور فلان مندي، فأنا رأسا يعني منسحب اليوم. اثوار اخرى يقرا خكمه رعيانه اراء يعني خكمه كثيوات كتابات ماسخ امرخ ايوا درقل ايوا ضد او ما تتوافق من طقس دعوه دكتاتوريه يعني الدوام مجال. هو يعني اكيد هذا السبب، لانه انا اساسا لت لي التابوهات. انا دائما يعني انا يعني انسان طبعا متمرد يعني متمرد على الجاهز على المألوف، ولت لي خطوط حمر. خنا أول نغزق بيئة كيانيثا إلى من صفات الأديب أو الشاعر المبدع يعني الغير التقليدي أو غير التقليدي. سبايرابي هذا ذيلا دخي مشوري لخ ميقروث قراية مطالعات وإيمن مشوري لخ ثاوى ويعني خكمة علامات الدوا مشكلة بين يذن ومغزد قخزيانا يقرأ يعني أنا مشوت بياثر شاي أبرز المشاركات يقروث على مختلف المراحل وما إيثن ممكن قنية من سهدوياثا إيقارة شهادات تقديرية ممكن هاوي شوكانة جوائز خمن هارتا شرح بدية مرحلة. والله أنا يعني أخليك بشركاخة تقدم لهم شركاخة في مهرجانات وده باي الفترة الأخيرة قبل مشاركين حتى مهرجان يعني المربد مع مربد ومهرجانات كثيرة وأماسي كثيرة وبالنسبة للجوائز أنا كنا محصلة التي جوائز، جائزة أدباء بلا حدود شعراء بلا حدود وجائزة محمود درويش، يعني أنا في الزي الأول في يعني ثلاثين جوائز ولا إيه. مشاركتي حتى في الجوائز في لأن طبعا قليلة جدا وده هذا كتاب ديدي الديوان الأخير ذاك اللي بشارك في جائزة عالمية لقبي كشفنا عنه لأنه هل توي مفاجأة بعد ليه يعني ليه الأكيدة بالرابي آيد إيود خيرة إيود حرق ودوم مندي وأبخ النهردة أنا تني قارة إنه بدو ذا إشارة تداها نقطة قدوة خرزة دي إحنا نتشرف يعني الكاوة سبارابي دميرو خوا ديوان خرايا أي إلى برسة بقرا بود انفقاثة إصدارات بنقرط وخانة يدن اتلوخ من يانا خعدت من كناشد مش خافة من مجاميع الشعرية دواوين توضيح بدي كميلة ما إيوا شمانة دي ما إيوا ملوء موضوعات الدن دواوين شعرية. أتلي أربع دواوين مطبوعة. أول ديوان خرير شهوة السماء، الثاني ديوان السماء وأني الناي، ثالث ديوان نزيف الحرف إغضرار الندى، ورابع ديوان قناديل تضيء خرائط العتمة. وتلي أربع دواوين ده معدل للطبع بعد كنا في مرحلة أنه دارنا لمسات الأخيرة إن شاء الله في 2025 ظهر كمجموعة خثة خيال طالها وخلمان طاوة رابي يقرأ هدية بين شكلا تجاني ذا من يختى ويوم برست إذني تنفياتي شمي خمدي بسيمة ذا قريتها قراءة من يقروث من دي كبد الريشوليني. المسيح لم يقل لنا أحد عن المسيح وهو يرتقي منصة ذلك الليل المشعشع ما تخفيه عيناه كي نعرف أي بعد تجريدي كانت تخفيه أحزانه في غوريهما تقيم السماء منزلها عميقا يصهل كون أزرق تكركر اللانهائيات بالعطر
تتجمع الشموس لتبصر نفسها، من خلاصتهما السماوية نخترف جل بلاغتنا. أية مجسات في عينيه تتحسس كل مخاوف الكون، أي نواقيس في عينيه تدق أجراسها في مكان سري تئن لها قلوبنا، وأي بريق يتلألأ فيهما، وأي نص مقدس يخثر فينا الذهول. ثمة ريح تعوي ومياه تجري وكون فاض عنه الشبق، ثمة ما يشبه وهج الشمس واللون السري للحزن، وتراتيل لا يصل إليها أحد. ثمة فتنة بوهيمية وديعة طاهرة، ومعان عميقة عصية على القبض، وموسيقى خالدة أشبه بخاطرة دفنت نوتاتها في جهة مجهولة من روحه تتجلى في عينيه. ثمة بوابتان تنفرجان تغوران في أعماق الأبد، وجنة مدهشة تأخذنا إلى النسيان، وأشياء تنفلت من رسنها ترمينا بنظرة غامضة تتجاوز حاسة البصر في عينيه. ثمة ما هو أكثر من عين في عينيه، وشيء داخل شيء كطرس بين الحواس والبصر. ثمة بروق تخفي نفسها في عشب طري، وأفراح بلون السماوات تذرها الرياح بمئزر الملائكة، وحب عنيف تضرمه الفراشات في عينيه. شبيرة رابي، شبيرة رابي، جميل جدا. بس مقالو صور شعرية جميلة وإثوى عمقة قصوك على عمق في المعاني خيط رابي. بس مقالو هذا أول بثغامة أول نص أتقم مقروت لي رابي يقرأ إيوة بلشانة أربايا. نعم. هل هذا بخشاون يعني كل أن كوناشة مجاميع تبقى قروت خيلة بلشانة أربايا، وأي مشخت أيوة يعني بدخا موضوع عمرخلة روخنايا هيمانوثة روحاني إيماني اطلق مجالات خلنا كثير بس يعني رثاء مديح عاطفة حب وغرام، أن مواضيع ودواوين ديوخين إلى بشكل عام أقرب إلى الروحانيات. قلت لي لا قلت لي أنا طبعا أصلا طبعا يعني تنوع، لأنه أنا دائما يعني قم حط من سياج المحلية إلى الكونية. أنا دائما قم انسنن الأفكار طبعا والعمل، بالتالي العمل الشعري. أنا فقلت لي ديوان كامل تقريبا 70 قصيدة قصائد حب. قلت لي ديوان آخر عن الوجود فقط، يعني علاقة يعني الوجود جوهر السؤال. يعني الوجود، يعني الوجود الكوني والوجود الإنساني وعلاقته بالعالم، بالأرض، بالسماء. قلت لي ديوان آخر تراتيل الشك مرايا اليقين، هذا قائم على فلسفة ديكارت يعني الفيلسوف المعروف. طبعا فيلسوف الشك، أنا أفكر أنا موجود وهكذا. قلت لي إن آخر عن علاقة الإنسان كونه جزء من الطبيعة، طبعا علاقته بأشياء العالم، بمفردات العالم. صبايرابي يقرأ أنا بإنكار إنكس خسرنا خمحور، أرجو أن لا خشوته مشاكسة، حاشا لا مشاكسة. لا عادي. أرجو أن لا هاوي إحراج تم يقروثه، ودائما أجد هاوي أرخي يعني صبرة ودباء كاثو ومتنيانة يعني كتاب قصة ماخورة يطرح أو موضوع أو تيله أمر صبروته السرياثة. الأدب السرياني، ما هو الأدب السرياني ومن هو الأديب السرياني؟ أرى هل أتكاثو بسوريايا بسورث ين أتكاثو بود عن قضايا تتعلق بالسريانية. فميقروثو
بالوقت اللي ايوت يعني كعراقي قم كل من دي ايوت ابرا برونا ات برطله خبيوتا برطله سورييثا ات الى خسامه من دشت الدنوى عزيزه اخت امرخ لشان ارباي اش عجب ليت كثيوه بسورف. وبالتالي ارى هل يوسف قبو الى شاعر عراقي مسيحي ين شاعر سرياني عراقي، وهاي ليت كثيوه بسورف، والادب لغه ما الى منهار صح. شرح. والله هذا سؤال يعني طبعا حيلك بقري لي هذا السؤال. فاذا من حقي بقرا طبيعي. لا وآية كملت انه هذه بمشاكسه، لا بالعكس انا اصلا كاجب لي اصلا مشاكسه وكاجب لي اثاره يعني في الحوار طبعا دائما. هذا ادوار سعيد اكيد، ادوار سعيد هذا مفكر اسم كبير معروف واسم معروف، وحتى في العالم مستوى العالم يعني كمنظر كبير. أنا فلسطيني الجنسيه له. طبعا قبل لي نفس السؤال. كامر لي لغة من حوار السماء مع الأرض، لكنني لا أكتب بها، أكتب باللغة الإنجليزية، وأنا تربيت في منطقة عربية. يعني بدامر أنه أنا يعني لغة يعني يحصل لي حوار بين السماء والأرض مشيحة، يعني لغة مشيحة طبعا الآرامية. وكامل أنا على أن نبقى اللغة الآرامية واللغة العبرية بكوني أنه فلسطيني من أب وأنا طبعا فلسطيني، بس كامل لك قي لأنه اللغة كذلنا أنه ليلة طي عبيدي، لأنه دائما الرؤى طبعا واسعنا. أكيد. اللغة طبعا وعالة، أي اطلق رؤى كبيرة عن الكون، عن العالم، عن الإنسان، عن مآساة الإنسان، عن الموت، عن الحياة. فهذا ليه ممكن أنه أي اطلق إلمام بسيط في اللغة طبعا يبلغ طبعا محتوى طبعا هذا الرؤية. فأنا لأنه أخي يكون يعني طبعا سبب جغرافي الأكثر مما دلنا، سبب جغرافي لأنه قربا إلى يعني المدن العربية، إلى المدن العربية، ودراستنا كلها قبل من طفولتنا إلى الجامعة وإلى آخره، فقمنا المنطقة العربية، فأخي نلم باللغة العربية. وأنا طبعا بدي طبعا كثونا هذا من رابي بيقرأ أنا تمكلي لك إذا وصلنا إذا محور، لأنهم يقروثوا بشرارة بالحقيقة لا مشبرطة لا مجاملة إيوت مبدع في اللغة العربية دنا أشعار ديوخ. فكيف إن كتوتها بالسريانية أكيد بهاي وخ إبداع آخر مضاف، وهي وخ إغناء للمكتبة السريانية وللأدب السرياني. أنا مكملنا طبعا هذا السؤال، يعني مكملنا هذا السؤال. داغ زي إيثن أدباء من المغرب العربي، بحكم انه كذا الدول المغرب العربي حكي من الاستعمار يعني الفرنسي، فاني الغالبيه يعني مهجرين طبعا نتيجه الحكومات الانظمه الدكتاتوريه في بلدنا، فمهجرين الى فرنسا وعشن باريس باعتبارها منفى للمثقفين. فقام الكثوي باللغه الفرنسيه، وطبعا اصلا يعني اني اصلا مبدعين اكثر من الفرنسيين نفسهم. فهذا انا يعني يحسب له خامة انا داها كثلنا باللغه العربيه افضل من كثير من العرب. من كثير من العرب، يعني وين الدكتور قاسم حسين صالح معروف لي كامل. انا كنا اصلا يعني منبهر انه اي دخلت طبعا اصلا باي بلاغه عاليه. انا كنا ببلاغه القران، يعني بلاغه القران ليبا لا ليبا ترادف، يعني يجي وياتي مختلفه، الموت أكيد. والاموات مختلفه، ضوء ضياء مختلف. انا بستخدم البلاغه العاليه في اللغه. اكيد ربص بارابي هذا يبين بقرا خسوال الى بهرد انا مدخل قخاء صرنا محور خلنا دخل بغزايا رابي امرخ مخيلوثا زبونوثا عراوثا غياب النقد الادبي بالمعنى الواسع بديوم يوما وبريشايد جو مصعد عمن اخ سورايه غياب الدوا نقد ما إلى تأثير دي الصبروثة جو عمان سوريا الصبروثة سوريا يعني لتلم رابا بخنان نقاد حتى يقيمون حتى يساهمون في ما رمت شوية، وبالتالي قلة أو غياب النقد تأثير دي في الأدب بشكل عام. والله هذا سؤال أنا أقترح له باستمرار
طرحني الاتحاد ودباك، طرحني للشعراء دكثي باللغه السريانيه. طبعا كمان اختهم ده يعني ميلي يعني اي دكذت انه اي طبعا هذا نص جيد لي او طبعا او ردي لي. يفترض انه يعني هذه يعني تحت متشر النقد. الادب السرياني ككل يعني طبعا باي فتره انا خزننا كان ما اغنيك يا اخي في اتلمايا باواني مستطرقه، وكان مغضري طبعا نفس دمايا، نفس المفردات، نفس الدنه. وبعدين اللغه دكتي بقاوه طبعا لغه مختلفه عن لغه الشارع. يعني كلمه خاكريتيه في مقهى وكلمه حاكي لغه مختلف. الشعر يعني خطاب مرسل، لغه مرسله. لا الشعر اعتياديه. الشعر خمندي يعني كبير. انا امرنا الشعر الى الرسم بالكلمات، الى موهبه، الى ابداع، الى فن. فن عالي جدا، فن راقي. اي ده مثلا بخير الشمه دخي بخزت مندي لخازي لخلنا. الشاعر خازي مندي لخازي لخل الانسان العادي. هذا خير. فده اغني في حاله انه يعني ايثن كملي متن المتن او طبعا ازاحه الازاحه. فاغني طيل لا مرحله في الشعر. ده انا على اطلاعنا على الشعر العالمي، دخكاثو ستيفن مالارمي، دخكاثو رامبو، دخكاثو بول فاليري. يعني انا طيل مرحله انه الى متن المتن او ازاحه الازاحه. يعني خزي ده انا ذاك مشغلنا في مندي انه صوت اي بلون. انا ده خزنا في الوان في الاصوات. انا خزنا في الرائحه. خزنا الوان واصوات ايضا. تعبير مجازي ام فكري؟ طبعا لأن ده وكله طبعا المجاز له والبلاغه له والتاويل له. يفترض هذا اختي شعر. يعني طبعا محمود درويش بالي عظمته، بالي اللي قبل لي كبري اي شعر كامل. لا الين شعر كامل، الشاعر الوحيد متنبي لي. يعني بغزيماء طبعا اصلا ما قدر اول لو فكرت انا دائما ادعو طالدي يا رابي هذا خيل خيد بس مقانوخ بريانت على رابي مقرا وقعت مع كيف ان مونتاج اخنا المغزق خزيانا مقرا خا الوقاطه خا مقطع من فيديو ادخا من خطاط نشاطات احنا ذكرنا انه الكتاب نتاجات استاذ يوسف هي نتاجات مهمه جدا في الساحه الادبيه العراقيه والموصليه على وجه الخصوص، لانها حملت هموم الشعب العراقي، هموم الانسان العربي والعراقي، وتكلمت عن الوطن، تكلمت عن الوجود، عن الطبيعه بطريقه تشكيليه وبنائيه جميله وحديثه. يعتز الشاعر يوسف كبو بكتاباته وبتوجهاته الفكريه والادبيه التي طالما سجل من خلالها حضورا وتألقا. قام اتحاد الأدباء والكتاب السريان اليوم بالتنسيق مع جامعة حمدانية عدد من أساتذة الجامعة في عقد أمسية أدبية خاصة للشاعر المعروف يوسف كبو. طبعا الشاعر له دواوين عدة من الثمانينات وهو معروف، فقدمت عدد من دراسات عن كتاباته الأدبية، منهم دكتورة فاتنة وكذلك دكتور فرح، وأدارت جلسة دكتور خليل في المركز الأكاديمي بعنكاوة. حقيقة هذه الأمسيات الأدبية التي يقيمها الاتحاد مع عدد من المؤسسات الموجودة والمهتمة، ومنها بشكل خاص المؤسسات الأكاديمية، هي خطوة من أجل تطوير برامج الثقافة والأدب. رابع عزيز، يعني أول سؤال أنا مري إلى مدخل سؤال خلنا هنا بتاوي بثر فاصلة بعد الفاصل. وسؤال إلى أرى هل تتفق مني أي بدي قوثة ظاهرة أدم يوم إنه رابا ويلي من يانت ما خوري أن بمارنا أي وقت ما خوري بالوقت اللي مندتي لمقرو اللي ما يقدموه إلى أحيانا خمدي طاوة بسيمة إن أحيانا خيني ربما يرى البعض من المتلقين أنه ليلة بدو مستوى ما يمتلك مقومات يعني القصيدة والشعر. ها قخلة ناقش أواملو أباثر خمان يختا كريثا رابي عزيزة خزينا من يقرأها ولن خباصولا من يختا كريثا وخرثة مدرب الدائرة بوشن عمان.
نذر ديارك عموخ نخزينا يقرأ التمام تدعى خلقتا من خرزة سوادة دلنا كد أرخني إلى صبرا ومخورا أم يقرأ إذيعا يوسف قبو رابي يوسف قمن يختا بقاري إيوا بدا يبدي قوثة ظاهرة زيادة منيانا اتخكمم يقرأ اتمقروينا قاني أخما خورة هل هذا ددانا أب يذعاي إعلاميين هل هذا زمارة مطربين أو مغنين بدأت أنهم قبلان المتلقين يعني المتلقين خشامرخ يعني غزان أنه من دي تيلا خكمة من دنهم يقرأ دا يقدموا إلى طاوة إنا من دي خينا ليلة دو شوية ليلة دو مستوى وأي بدي قوثة أي ظاهرة شرارة اللي تتلى سبابه تتلى أسباب وهل هذا ممكن هذا معالجات وأنا أول نغزى قم خكمة خلقياتها قبل حلقة أو حلقتين رابي يقرأ قم درشنا بعمقة من أرخي يقرأ إيوام يقرأ روان بولس رشد خيادة صبرا وساهمة سوريا بعراق بين خزن أب يقرأ ثخ صبرا وما خورة تتلو خانسيونا رابا بريشة وريخة ما إلى مطيمنت يقرأ ثخ تقييم جنابكم قضايا حالة والله طبعا السبب أنه طبعا هذه كثرة من الشعر. أولا شيوع قصيدة النثر لأنه أساسا لا قافية ولا وزن يعني إلى السبب أول هذا طبعا أحد الأسباب. يعني هي قصيدة تفتقد إلى طبعا مواقع التواصل الاجتماعي يعني السوشيال ميديا للسائل والمحروم أكيد لكل الناس. بعدين أول يعني بصر 2003 عدة مؤسسات جهات وذن صحف وذن مجلات قمنا قلنا لي طبعا أي شخص حتى كان يثير خاطره حتى أنه ودائما حتى يعني أنا بقني ذكر إنه قام فترة طبعا جائزة طبعا أصلا معروفة له مش أقل شاعر قبل شضري طبعا ديوان ديدي كلمة مليء بالأخطاء النحوية وبعدين يعني الشعر أنا قمت أتابعنا من زمان الشعر ديدي ما كولاش لي في الفن كولاش كاملين في الفن التشكيلي ما في قطع مثلا من جريده من مندي بجماليه عده قطع وكذي منين طبعا لوحه فالشعر ديدي يعني بادي وفي غالبيته مسروق له. الشيء الاخر انه ليس تقييم لانه ده يعني كلهن يعني جهات كصحافه وكاعلام بس مجرد كانك مستقبلي كانك مستقبلي طبعا نتاجاته وهذا بيماتها اذا يتحملون ايضا المسؤوليه الصحافه قميثه مثلا كيف الصحيفه مثلا الصحيفه الثقافيه الثقافي الجزء الثقافي منه بالتالي شخص يعني طبعا متمكن شاعر كبير معروف انه او اثوى لجنه معينه فده كلفشت شغله سائبه وهذا اساسا يوذي عزوف قارئ عن قراءه الشعر وهذه يعني الطامه الكبرى اخذه طعم الكبرى يعني ده شاعر معروف كاثو كل جهه روحي وباذل جهد يعني بايش مثلا شهرين ثلاثه تكاتو قصيده ويفترض انه بالدرجه الاساس انه تاله موهبه يعني مهما تالي خلفيه ومهما تالي قراءه معمقه كان له موهبه ماطي الى حد معين ومن هذا خير رابي سباي رابي يقرا قمت طلبا من يقروث خقريفه خيثه قراءه اخرى شعريه بين افتشي منهرت لي بدوم لوقت انه البوث بحسب دايما منهرت دهن كما قروت له خبر قلايوثا شتى فمقارنه سريعه بين صبروثه ومخرى دعمن سرايقو امرخ شوية ثمانية الشيء أو زونة أمريكا وزونة شبيرة دنة أمنة وبين صبروثة ومخروثة أديوم يوم بثرت رألبه إلى هردو شوية بنفس المستوى أخنا أديوم يوم أن أصرشنا خرائيوخ ورثة شرعيين قد صبروثة سبعينات ثمانينات وبش أمرخ عمقته يا قرطة إيثن فروقات معينة. والله أنا فتوذت إعادة نظر في فترة الستينات السبعينات الثمانينات طبعا في كل مجالات الحياه يعني انا محاكنا الثقافه والمجالات المعرفيه الاخرى حتى على مستوى الجامعات حتى على مستوى التعليم يعني طبعا افضل بكثير لانه اثوى ناشي مختصين متابعيه هذا مندي اثوى متابعه اثوى طبعا اصلا منهجيه ترى حتى في الثقافه يفترض انه تاي سياقات منهجيه طبعا لتقييم طبعا اي نتاج
داخلي بالنسبه لنا. دا كنت حكيت عن الادب السرياني، خزت ايه دا طبعا الغالبيه طبعا العظمى كانت كثوي، يعني طبعا ليه يعني هذا لك صاير دمر الشعر. فكنا كثوي وكنا نشري وكنا مشاركين مهرجانات، وهذا مندي خمندي ليلنا. فدا ايثن وطبعا ايثن خمندي ايثن ايادي خفيه في العالم كله، حتى على مستوى المعاهد العالميه، مراكز ابحاث عالميه. ايثن محاوله لتدفيه الثقافه، تسطيح الثقافه، وبالتالي تسطيح الانسان حتى الانسان يعني تفكر طبعا وقد عموقه. رابس رابي هذا بس يمل دائما هرتا شمخ شوخ تخيتها ين مقطع قراءة شعرية من دي تمخدت مش مثلا شنو بغير جو. تفوح رائحة الحليب على مرمر النهدين، فتنة كاملة متكاملة، تضحك وتبكي كالماء من فرط اللذة، تحاكي نجمة تتنزه على سطوح الليل، تتفقد المعنى المجهول، تتلألأ بهمس فضي النبر خارج النص، يسيل عليها لعاب الملائكة، تكبح سرد البيولوجيا، تقول كلاما في اليوتيبيا، تسمح لجوهر الكلام أن يمضي إلى الكلام، تعود بي إلى الطفولة. بس ما قام خرابي يعني أنا لبين متنا قاني بشوقة خرابة يا ذوعب مخرى إن أيضا يون متلقي تشكل ياوا من مخرى بس ما قام خرابي صرياثة شبيرة يقول ثيخو رابي يوتوا موجود يعني أمرنا بأربايا معاصر الدن آر أجواء تويلي بسقانا خكمة عراقية دعور شرايط شوية البوت الشمة وشويتري أمرخلب أربايا منح الحقوق الثقافية أنا أم شمهي وانا للناطقين بالسرياني وخشون اشتاسر أربا البوت الشمة وشويتري ما إلى مطيمان تدم يقروط تقييم جنابكم الموقر قداها بسقانا وقا قشمنت تطبيق دي لاحقا. والله أنا باي فترة يعني 1972 كانوا طبعا بغداد كانوا بدرزنه ببغداد ومعصيري هذا يعني هذا قرار بس لكن ما يعني المشكله جيبه نحن باني دول يعني دول الشرق انه يعني اغلب القرارات يعني شغليه انه داريين على الرفوف المشكله في التطبيق لا طبعا فقرات القرار كانت تدرس اللغه السريانيه في المدارس وبعدين تطلق فقره ثانيه تدرس اللغه السريانيه في كليه الاداب يعني مدى تطبيق داني فقرتي لكن يعني بوقتها صار لي هذا مندي ولا فلا ما يعني ما اعتقد غزيل يعني انا مو امر رابي انا مهق ناقشت او موضوع من الصبر ما خورة خنا وقرينا يعني طلعت على المضامين دي انا خشون ايوه طاوي ايوه هو يعني منتديات مجله اذاعه اصدارات إنا حتى أساس دي أثوالي غايات أثوالي مشبرتة تجميل لصورة الطقس بالزونة فأطلقاني يعني الفقرات ما يخص التعليم اللغة السريانية المدارس متوسطة وثانوية وبعدين الكلية أدب أنا يعني وقتها أثوال جيدة لكن التطبيق لم يكن بالمستوى طبعا لغزي لي هذا حضور بس إن أخرى يعني استحداث أن في يعني برامج خاصة باللغة السريانية هذه يعني حضور بسيط اثوالي حضور هامشي بس المندي بخزني يعني اثوالي حضور قوي انه طبعا تمكين يعني السريان من فتح النوادي الثقافيه والادبيه يعني صحيح اثوى نوادي طبعا اثوى بالنشاطات ثقافيه وحصل استقطاب يعني اثوى قدر كبير يعني طبعا من الحريه الى سنه 77 حصل لي طبعا اصلا تغييرات في يعني تغييرات بالنسبه للحزب وحصل له الجبهه الوطنيه
ديوان الحزب الشيوعي غزيهن أن إيثن نشاط قوي طبعا لليسار الحزب الشيوعي، قبل أنه طبعا ب 78 تماما يوذن انقلاب طبعا لازم مندي، وحتى مغيرين الهيئات الإدارية بكل الأندية، ولا نوع من التراجع من الانقلاب على القرار. حصل لي إقصاء طبعا لليسار. اكيد اليسار في كل العالم، يعني في الوطن العربي وفي كل العالم، يعني الادبي والثقافي يكون قائد العمليه الثقافيه. وطبعا بالتالي حصل لي يعني نوع من النكوص وهذا والتراجع، وطبعا منتهين يعني في فتره منتهيه النوادي. وبصر هذا معروف من الاحداث المتلاحقه. بس الاهم من ذا انه كان قرار قلنا يعني تاسيس مجمع اللغه السريانيه هذه كهيئه مستقله، وهذه مش قلوا لها يعني دور بأنه، وبعدين هم تلاشى منتهي له يعني. رابع صباراني صرنا خينا محور آن بغزان اللي رابع أنا نقايا مهم أو تيلي ترجمتت بذغامة ترجمت المصوص يعني أخنا أخ عما شغلنا أخطوسة كمثال كنموذج أخنا أخ عما كالدايا سوريايا أثورايا بكل دن الشمان خيرة عما سورايا أتلانتا تشعيثة ربثة تاريخ كبير حضارة وشركة أدا صبروثة مردوثة ديا إلى عتيرتا إلى غنية رابي هدية أتلان خط قيلوثة معادلة أنا قد آثن مترجم من وتخبأ تحديدا أنخ مخرى الشعر من لشانا السورث إذخ تقيلوثة معادلة بيخاز ودخي ابن ودخلا موازنة من خجيبة إثرعيانا رأي آمر نعم مع الترجمة وقد منطخ مردوثة وصبروثة ديا أدب وثقافة ديا نوصلها وبالتالي حضارتنا كأمواث خينة كمكونات خينة إني لأنتنا من ننقو أثر شواوا ين أنتنا قدنيا كلها حتى نوصل لهم حضارتنا وثقافتنا بلغتهم فضروري نترجم أو خاء طرف معادلة طرف خنة معادلة رأي ترجمت أنا خزنا يعني عسخة مندي عسخة صعب بريشايث مخرة يعني مخرة إلى مشاعر أحاسيس تدخل ترجمة مشاعر وأحاسيس خبرة إن ترجمت لو إلى دقيقة لو إلى مطابقة ممكن تغير معنى الكلمة ممكن تغير المضمون صحيح. فأي معادلة رابم يقرأ صبرة وماخورة يوصل قبو دخل وزنها والله إذن مقولة كامل ترجمة خيانة طبعا أمة بيشة خيانة مترجم دلاي أمين على النص، لأنه النص اللي شاقل لي أو مترجم لي يفترض تاي أمين، وهذا طبعا يفترض أنه تاي قدرة على ترجمة النص. ده بالنسبة للرواية، بالنسبة للقصة، بالنسبة للمقال، طبعا ممكن أنه دم ترجمت لي يعني إلى حد ما هذا. وبعدين أنا ضد الترجمة الحرفية. الترجمة خاصة في الشعر لازم محافظة على روح النص، ديك محافظة على روح النص. يفترض أنه دم ترجم شعر تا شاعر. حتى الناقد أنا يعني إيثن كأنما كأنما كنا ملتقي بغدادي. طبعا المترجم والشاعر طبعا يفترض أنه هذا تالي روح الشاعر، حتى تالي طبعا الناقد طبعا مشاعر هذا شاعر وكلا هذا خلنا بدأ من أصلا لأنه قاطل هذا نص تماما. المترجم السيء قاطل هذا نص أكيد. وهذه طبعا هذه بالتالي طبعا نبتوي خيانة. بس أنا طبعا قم شجعنا ده بالنسبة للأدب السرياني، أنا قم شجعنا ترجمة من وإلى، من السريانية إلى اللغات الأخرى، ومن اللغات الأخرى إلى السريانية. أنا قم شجعنا هذا مني يعني تماما. ده أخني إيثن صحيح هيدام ترجمة نتاجات الأدباء السريان إلى اللغات الأخرى، اللغات العالمية، الإنجليزية، الفرنسية، العربية، هذا. وبالتالي وبنفس الوقت لازم دم ترجمة من اللغات الأخرى إلى السريانية. حتى الأديب السرياني دياذي أنه طبعا الشعر إيه كلمة طيار، الفن إيه كلمة طيار، الموسيقى إيه كلمة طيار، حتى تالي على اطلاع حتى دم واسع مداركه. وتبالط من هذا طبعا يعني نطاق ضيق إلى دم واسع مداركه ورؤاه. هذا خبرابي يقرأ
نيوتي بساسة إذا تسمح لي جنابك رابي أبانخا ملاحظة زرت أنه ضمن شولي بليخنقو ترجمتها في الترجمة أبن على نطاق محدود دائما أمر رابي مترجمانه بين تريليشان المترجم بين لغتين ليلة مليانة لا يكفي أنه فقط يجيد هاتين اللغتين إنما قريكويل معلومات عامة عن التاريخ عن الجغرافيا عن الاقتصاد عن مختلف العلوم وأيضا هذا مطلع على الثقافة العامة للشعوب التي تتكلم أو تتحدث بهاتين اللغتين يعني موضوع ليلة فقط لغوي مجرد توابع أخرى أنا مثل هذا ولو قطنا أن الشاعر أدونيس معروف لأدونيس أكيد أدونيس يعني شاعر كبير له وعالمي له وبعدين كده يعيش بباريس هون يعني لأن كاتب باللغة الفرنسية مؤلفات طبعا كثيرة باللغة الفرنسية مترجم لشاعر سان جون بيريس حايز على جائزة نوبل الفرنسي وثليل الانتقادات طبعا أصلا كثيرة مع العلم أنه أو شاعر لي وطبعا كيادي أنه يعني شاعر مستوى سان جون بيريس لي لا أفضل أيضا وكل مرشح جائزة نوبل أيضا هذا مع ذلك متعرض للانتقادات كثيرة أبا رقم تخرت لي رابي يقرب خطوصة أمرخ من أربايا قصريايا دخل يعني سسجوري من يقروث متفق أنه ترجمة الحرفية لا يجوز يعني كمثال كطوسة من لشان أربايا قصريايا دخل ترجمة خلا إرهاصات ومحض هراء ترجم لطالب سورث إرهاصات ومحض هراء زحمة لا يعني بتفاصيل لك ترجمة حرفيا يعني ترجمة المعنى رابي يقرأ إن سسجورت مدري أمرا متفق جنابك عمي إنه بنشن خرايغ زاخي ثنخا بصروث خبصرت دبلاطة صبراي طرباي انحسار للنتاجات الأدبية الورقية على الخشبانة على حساب بلاطة صبراي إلكترونية النتاجات الأدبية الإلكترونية الجانب الإلكتروني ده يتفوق على الجانب الورقي مطيمنت تقييم يقروث بدية حالة ما يتعلق بصبروثة بالأدب بشكل عام نزار قباني كامر ومن مصفح لنا كتاب كان ما كان مصفح لنا وجود يعني كان ما أنا كلي وجود كل قامي وكي خزني قامي إذن أن آخر أن بورخس كامر المكتبة فردوس أرضي يعني ما معناه أنه هذه مكتبة أو كل خازي من قدم الزمان وهلذا يعني من طاليس وأرسطو كل قارئ كتب وأن يعني كأنما من أن اللي كون وهلذا كل كأنما كلي آون يعني كلي قامع كل خازي وكل قارئ وكل جنل يعني بشكل رؤى وأفكار عن كل هاي مرحلة يعني المرحلة البشرية كلها هذا بس أنا أصيدها أو أخني يفترض أنه تاوخ مواكبين للتطور الحضاري أخني يعني ليه الآن لخصنا مشكلة أنه آية مثلا قالت أي ده أنا تقريبا أمكن تريكا أنه قرأ بالنقارنا الإلكتروني عادلي لأنه يعني شخص أيضا لازم تطور مداركه معارفه وتالي اطلاع على التطور الحالي حتى تابع طبعا يعني مواجهة الحياة مواكبة العصر ومتطلباته رابي أخنا نطايق دقيقة خرايط دي خلقتها إيوه رابا بس أنت رابي مخابط خث مخلب خمندي خينا مهزري وتلقريثا ينا مرخا ملتخريثا إن تخمندي تلقريثا قراءة شعرية ما طاماشت موتزارت طبعا موسيقي معروف موتزارت موسيقي عالمي معروف أكيد وهو يمتحن الفتنة بنائه السحري يروض البيانو كي ينذر نفسه إلى مرثية القيامة يترك الكمان يسترسل في حزن صوفي يحول أنين الموتى إلى ضوء مسموع أسمعني حشرشات مقدسة تنساب على حدود الصمت تندفع نحو الجهات كلها تحاذي السماء جعلني ألامس سرا أحار في تفسيره أمضي مسهوا إلى عوالم سحريتي أصغي إلى أنغام ثملة في قدحي وصوت الأشياء البعيدة وإلى عالم
يموج بأكمله في داخلي، أقهقه في ذروة الشهقة، أبتكر فرحا جديدا أخيب ظن الألم، وهو يرهف السمع إلى وحي يهبط عليه من شرفات فرح غامض بألحان يرشح لمعانها على موسيقاه. فجأة مسته دهشة على وقع صلصلة خزف تكسر بين يدي خزاف سماوي لخطأ أزلي، فاكتظ حزنه بسحر فاض عن حاجته، وازدحمت أنامله بدندنة الأوتار المخفية، سكبت في فناء روحه أمواجا من الفتنة المثيرة، حثته كي يحفر عميقا في ذاته، يستل منها موسيقاه يرمم ما تكسر من جوهر الأشياء. رابا شبيرة رابي يقرأ بصرياثة بملة برعيانة أنا مليصن يعني ملزم من طرفن أمرخ ماخن كبة قدونا وأبقى نصوص تقمنا وكل بلاطب يقروصخ بخيرة على خلمانا طاوة صحة وعافية وخيريخة قتاوت أمينة مستمر في إغناء المكتبة الأدبية والشعرية بدن ثمار طاوي وبسيمة رابي مخوبة أمرت خمدقة ختمخ. بالنهاية أنا لقيت لي إن مجال ألا أنه تشكرنا رابي شليمون وشكرنا كادر لنا وشكرنا قناة العراقية السريانية وآتون كبيرة بسيمة رابي رابا بصخلان إثوالا نقارد ويلوخ عمان إيوا ذا خلقتا رابا طاوتا وبسمتا هاو بسيمة رابي يقرأ تودي ساقي خزينا يقرأ صورا إلى المصوير الخيالة خن بداية خلقت إيوا عم صبرا ومخورا إذيعة رابي يقرأ يوسف قبو هل خلق يا ثاثيانة قبل الخبن ويقارن بوش وشينا وشلامة